شحال من مرة قلتي لشي واحد راني قلتها ليك 1000 مرة وما كتسمعش ليا، عييتي ما تقول ليه وهو ما كيسمعش ليك. راه هاد الحالة ما كتوقعش غير بين الآباء وولادهم، كتوقع حتى بين الأزواج، بين الأصحاب، وحتى بين الناس في الخدمة. وإلا وقعت لشي واحد، هاد الحالة خاصو يتعامل معاها بالحكمة والرزانة، بلا ما يتعصب ولا يتقلق، غير يجلس مع راسه على خاطره ويطرح على راسه تساؤلات اللي عندها معنى واللي ممكن توصله الحل. ملي كتقول عييت ما نقول له ولدي ما كيسمعش ليا، راني قلتها ليه أكثر من 1000 مرة. ملي كتقولها ليه 1000 مرة، اش كيوقع من بعد؟ واش كتقلق وكتبدا تشكي باللي عييتي؟ ما تحاول معاه باش يسمع لك، ولكن بلا نتيجة، وكتولي تقول باللي الولاد صعاب. ملي كتقول قلتها ليه 1000 مرة، واش قلتها ليه ب1000 طريقة مختلفة، ولا غير نفس الهضرة كتعاودها 1000 مرة؟ ملي كتقول ما كيسمعش ليك، باش عرفتي باللي ما كيسمعش ليك؟ واش ما كيسمعش ليك ولا كيسمع ولكن ما كيتصرفش كيف ما بغيتي انت؟ وملي كتعاود الهضره مره و1000، واش شي حاجه تبدلات؟ واش عمرك جلسي مع ولدك وتناقشتي معاه، هبطتي حتى لعنده وقربتي ليه وتفاهمتوا؟ واش شي حاجه تبدلات؟ امتى كتقول ليه هاد الهضره؟ وملي كتقولها ليه هو اش كيكون يدير هذيك الساعه؟ الا قلتها مره وما نفعش، واش كتعتقد باللي الا قلتها 1000 مره غادي تبدل شي حاجه؟ اش دار لك الى المشكل ماشي في عدد المرات؟ بالنسبه ليك دابا فين كاين المشكل وشنو هو الحل؟ الا عجبك هذا المحتوى دير لايك ودير ابوني في القناه، قول لي في الكومنتير اش بان ليك.